كما في السماء كذلك على الأرض. وصلنا الذين الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. Χριστός Ιησούς Μπενσόης Παλάσιμον το κρεοκλίνωτη ενώπιον σου Κύριε Προσχομένσιο με τα βόβο. Αμήν. إيرني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح كلمة أب قطع كل ربطات خطايا من قبل آلام مخلصة محيا، الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وساطها المكرمين قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت من أمسكتم عليهم مسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا نعمت الذين عملوا في كهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض وتحل كل ربطات الظلم. الآن نطلب عن عبيدك أبنائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المحيين برؤوسهم مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا ليك في شيء بعلم أو بغير علم وجزع قلب أو بالفعل أو بالقول أو بصار القلب، فأنت كصالح محب البشر اللهم انعم علينا بغفران خطايانا. باركنا طهرنا حالنا وحائر سائر الشعب. آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. باركنا في هذا المساء المبارك نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا توادرس، وسيدنا دايما معانا على طول في نهضة الست دميانة، وليه طبعا سيدنا ذكريات جميلة قوي مع الست دميانة. فمن محبته للست دميانة دايما بيكون حريص انه في كل سنة يكون معانا ويدينا بركة في كل عيد. باسمكم بنشكر سيدنا الأنبا توادرس على تواجده معانا ويدينا بركة ودايما باستمرار. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد آمين. نقرأ بنعمة المسيح رقم 27، أحد المزامير التي نصليها في صلاة باكر، ومعظمكم حافظ منه عبارات كبيرة. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي،
فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف أغني وأرنم للرب. استمع يا رب بصوتي أدعو، فارحمني واستجب لي. لك قال قلبي، قلت اطلبوا وجهي. وجهك يا رب أطلب، لا تحجب وجهك عني، ولا تخيب بسخط عبدك. قد كنت عوني، فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. إن أبي وأمي قد تركاني، والرب يضمني. علمني يا رب طريقك، واهدني في سبيل المستقيم بسبب أعدائي. لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافس ظلم. لولا أني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. كل سنة وانتم طيبين. فترة أعياد مقدسة بعيد القيامة، وأيضا تذكارات القديسين. فالنهاردة مثلا بنحتفل بتذكار نياحة القديس أثناسيوس الرسولي، وبنحتفل وياكم في هذه الكنيسة المقدسة بتذكار للقديسة العفيفة والشهيدة دميانة اللي على اسمها وشفيعة هذه الكنيسة. وشيء حلو انكم تاخدوا في هذه النهضة بعض المزامير للتأمل والحياة بيها. فالمزامير او قطع المزامير هي دعوة لنا كلنا ان احنا نحول حياتنا الى صلاة. حياة الانسان النهاردة في صخب وزعيق وحركة، وينسى ان حياة الانسان الناجحة هي حياة الصلاة، وينسى الوصية التي قدمها المسيح لنا: صلوا كل حين ولا تملوا. مش تضيعوا وقتكم في حاجة تانية، صلوا كل حين ولا تملوا. وعلمنا الكتاب المقدس: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. طلبة واحد بار تعمل عمل، تنقل جبال، زي ما التاريخ بيحكي لنا. المزمور بتاع النهاردة اللي بنتأمل فيه مزمور 27، بيسموه مزمور ضد الخوف. وأوقات الخوف بصفة عامة في حياة الإنسان كثيرة. توجد أوقات للشدة، وأوقات للضيق، وأوقات للظلم والحيرة، وأوقات للخطر والأزمات، والإحساس بالوحدة أو الإحساس بالغربة. لكن من أكتر الأوقات اللي بيعاني منها الإنسان أوقات الخوف. والخوف وده شعور يلازم الإنسان، بل يلازم الكائنات الحية، ليس الإنسان فقط. الخوف له معنيين أو له شكلين: الخوف الطبيعي والخوف المرضي. الخوف الطبيعي هو مشاعر طبيعية في حياة الإنسان. يعني إنسان بيخاف من العقاب، إنسان بيخاف من الفشل، يوم يذاكر أحسن يفشل في دراسته. إنسان بيخاف من المرض، يوم ياخد باله مثلا لما يبقى في مكان دافي ما يتعرضش المكان فيه تيارات هواء باردة، علشان ما يجلوش أي أزمات صدرية أو أنفلونزا أو إلى آخره. فالخوف الطبيعي يلازم الإنسان ويدفعه للنجاح ويدفعه للصحة، وده خوف طبيعي خالص. ولكن وطبعا له أشكال كتيرة يعني لكن يوجد خوف بنسميه الخوف المرضي. والخوف المرضي ده الإنسان يخاف من شيء مش عادي. يعني مثلا واحد بيخاف من الأماكن العالية،
تقول له تعالى نطلع البرج ده نتفرج على البلد من مكان عالي، يقول لك لا. قول له طب تعالى نركب طيارة، ده المنظر بيبقى جميل من الطيارة، يقول لك لا. طب تعالى لقيت شقة حلوة في الدور التاسع، يقول لك لا، كن في الدور الأرضي أسكن فيه. ده خوف مرضي. يوجد خوف أيضا من صورة المرضية، خوف من الأماكن الواسعة. تقول له تعالى نروح نحضر ماتش كورة في الاستاد، يقول لك لا. قول له طب تعالى نروح نودع صاحبنا اللي مسافر بره ونقابل نقف في المطار ونشوف الأرض الواسعة، يقول لك لا. طب تعالى نروح مكان وهنمشي في صحراء، يخاف. وقيسوا على هذا يوجد من يخاف من المية، صوت المية، يخاف من بعض الحيوانات إلى آخره، الخوف المرضي. هذا المزمور يتحدث عن الخوف الطبيعي اللي أحيانا يتحول لصورة مرضية. المزمور ده احنا بنصليه في صلاة باكر كل يوم، والكنيسة تقصد انها تدينا قوة وتدينا تدعيم في كل يوم. يقول لك قبل ما تنزل من البيت خد جرعة ضد الخوف عشان ما تخافش. لكن أجمل ما في هذا المزمور أنه يتحدث عن الكنيسة. الكنيسة مرة يقول على الكنيسة بيت الله، ومرة يقول عليها هيكله المقدس، ومرة يسميها خيمته، خيمة زي خيمة الاجتماع كده في العهد القديم، ومرة يسميها مظلته، حاجة بتضلل، ومرة يسمي بيت الله صخرة ترفع الإنسان. عشان كده هو بيقدم لنا مظاهر عديدة للكنيسة. ولكن يجي السؤال قبل ما اشرح لكم بعض آيات المزمور، يجي السؤال واحنا بنصلي. أحيانا الواحد فينا لا يشعر ان صلواته بتستجاب. على رأي مرة شاب قال لي انا صلواتي ما بتعديش سقف الأوضة اللي واقف يصلي فيها 3 متر مثلا. وأحيانا نشعر أننا نعبد إله صامت، أو قد ينساب إلى داخلنا شعور بأنه إله غير منصف، اعمل حاجة يا رب، أو أن الله لا ينفذ الأمور بحسب تفكيرنا، أو أحيانا يشعر الإنسان أن السماء لا تستجيب لموقفه المتأزم. يعمل إيه؟ وكتير في عبر تاريخ الإنسان إنه اجتاز هذه المشاعر. بصلي لكن ما بتحصلش حاجة، برفع قلبي لكن مش لاقي نتيجة. أعمل إيه؟ أستمر أصلي ولا بطل صلاة؟ ويمكن التاريخ يحكي لكم زي ما بنقرأ عبر السنة الكنسية مثلا عن تلك القديسة التي ظلت تصلي هي وزوجها، وكان زوجها كاهنا. تصلي يا رب اديني نسل، انزع عاري من بين الناس بحسب فكر العهد القديم. اليصابات وصلت لايه؟ قالت ده انا عجزت بقى وجوزي عجز وخلاص. لكن يا ترى صلواتك؟ انا عمال اصلي وجوزي بيصلي وجوزي كاهن وبيدخل يكهن ويقدم البخور، ولكن السماء لا تستجيب. واعتقد ان اليصابات قالت لنفسها كما ان بطنها لا تستجيب لتكوين جنين، هكذا السماء لا تستجيب لإجابة الصلاة. وزي ما كانت عاقر كأن السماء أيضا صارت عاقرا. ولكن في لحظة وفي توقيت يدبرها الله يأتي الملاك ويبشر زكريا، وتكون النتيجة أنه يولد له ولد يوحنا المعمدان. وتخيلوا كده وياي ان السماء اللي قلنا عليها اتأخرت استجابت في الوقت المناسب، وصار يوحنا المعمدان هو اعظم مواليد النساء. يا بختك يا اليصابات،
انت اعظم مواليد النساء، اللي بنديله القاب السابق والصابغ والشهيد. سبق المسيح وعمد المسيح واستشهد قبل صلب المسيح. اوعى تشعر ان صلواتك تضيع هباء، مش ممكن. حتى وان كانت صلوات قليلة، حتى وان كانت صلواتك بسيطة، ولكن الله يستجيب ويجمعها لك، وفي الوقت المناسب يستجيب ويعطيك إجابة. شكل الإجابة إيه؟ دي بقى ربنا هو اللي بيختارها. حلاوة هذا المزمور وهو بيتكون من 14 آية، إن هذا المزمور كانوا مزمورين في الأصل. مزمور الجزء الأولاني الإنسان يسأل، والجزء الثاني الله يجيب، لكن دمجوهم في بعض وصاروا مزمور واحد، ومكتوب عليه كده انه مزمور لداود، وصلى هذا المزمور قبل ان يمسح ملكا. لكن اللي اجمل في المزمور ان المزمور بيتكلم عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل. يعني ايه؟ يعني الله الذي كان معنا في الماضي يعطينا الثقة ان هو معنا النهاردة، والله اللي معانا النهاردة يطمنا ان اللي جاي من ايده، وان المستقبل اللي جاي ده هو هيبقى لأجل الانسان ولصالح الانسان. ربنا كان ويانا في الماضي وبيشتغل في الحاضر وهيعمل في المستقبل. خد بالك كده، المزمور بيغطي أزمان الإنسان الماضي. عشان كده لما كان تاريخ اليهود في العهد القديم يتعرضوا لأي أزمة، يقوم الله يذكرهم بالعبور، العبور أيام موسى النبي، وإزاي إنهم وقف الله معهم وجم قدام مانع مائي. طب هنعدي إزاي بعد الضربات 10، وبعد ما وجدوه من فرعون من عبودية واستعباد؟ طب خرجنا لغاية هناك، طب هنعدي ازاي المية دي؟ بشيء بسيط جدا، الله يطلب من موسى بالعصاية الخشب اللي كان بيسند عليها وهو ماشي في وسط الرمل، اضرب البحر فينشق طريق. اول مرة نعرف الحكاية دي. نقدر نمشي على الطريق ده؟ ده نمشي ونلاقي شمالنا ويمنا أسوار من الماء، والله يحجز الماء هنا وهناك ويعبر الشعب. يوم بعد كده في التاريخ عندما يشعر الشعب أن الله بعيد عنه، يقول له أنت نسيت أيام العبور، أنت نسيت لما عدينا، أنت نسيت لما ضربت لك البحر، انت نسيت لما عساكر المصريين غرقوا في البحر وكانوا يمثلوا فرعون. فالله يذكرنا بأعمال الماضي، ولذلك فهو معنا النهاردة ومعانا في المستقبل. المزمور بيقول لنا كده زي ما نشوفه دلوقتي. واحد من الفلاسفة قال عبارة جميلة قوي، قال كده بس عبارة صعبة، خدوا بالكم. اليوم هو الغد الذي كنت قلقا بشأنه من الأمس. أقول تاني، اليوم هو الغد الذي كنت قلقا بشأنه بالأمس. يعني امبارح أنا كنت قلقان وعمال أقول بكرة ده هيبقى شكله إيه، أهو جه بكرة النهاردة والحمد لله حلو خالص. وهكذا في أيام حياتنا. في الجزء الأول من المزمور بيتكلم عن اختبارات الماضي. اسمع كده ويايا: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. كل ده أنا اختبرته في الماضي. تفتكر داود أنه كان هربان أمام شاول، وكان شاول يضع أمامه
داود راح له كده وكان بيضرب له على العود، يضرب له على العود يقوم يهدى كده والروح الرديء يتركه. ولكن شاول كان بيغير من داود، وشاول حاول أكثر من مرة أن يتخلص من داود. داود هتقول إيه؟ قال كده: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. الخوف نوع من الظلمة، والخوف نوع من الظلام. عشان كده عندما يدخل الإنسان في أزمنة الخوف كأنه يدخل في نفق ظلام، مبقاش شايف. وده اللي قال عليه داود النبي في المزمور 23 مزمور الراعي: حتى إن سرت في وادي ايه؟ وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي. خدوا بالكم من التركيب اللغوي الجميل. حتى إن سرت في وادي ظل الموت، ظل. ما بقول لك أزمنة الخوف أزمنة ظلام، والخوف دائما يسبب الضيق والانزعاج للإنسان. عشان كده الإنسان عندما يأخذه الخوف يحتاج لمن ينير طريقه. عشان كده بنصلي بنقول: بنورك يا رب نعاين النور. ونقول تاني: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة، والظلمة إيه؟ لم تدركه. بنصليها في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول. فحضور الله هو حضور للنور، وبالتالي يتبدد كل خوف. حضور الله. أحكي لك حكاية. الثلاث فتية كانوا في الأسر، وطلب منهم أن يعبدوا تمثال الصنم، وصنم من ذهب ارتفاعه 60 ذراع، مفروض انهم يعبدوه. قالوا لا، ما نعبدوش، لنا إله حي. جابوهم وقبضوا عليهم للملك. ليه يا شدرخ وميشخ وعبدناغو ليه ما بتعبدوش التمثال؟ قالوا احنا لنا إلهنا هو ده اللي نعبده. قال طيب أنا هحمل آتون 7 أضعاف. ويقول لهم إيه؟ خدوا بالكم من التعبير، تقروه في دانيال 3: من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ فيش تحدي بعد كده. من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ مين ده؟ فردوا عليه رد جميل قوي. قالوا له ايه؟ يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا ان نجيبك، يوجد إلهنا هو الذي يجيبك. لا يلزمنا ان نجيبك، احنا ما عندناش اجابة، لكن إلهنا احنا واثقين ان عنده الإجابة، وهو هيجاوب عليك. بس هيجاوب ازاي؟ انا ما اعرفش، او احنا ما نعرفش. لكن لا تنسوا يا احبائي ان هؤلاء الفتية الثلاث عندما قالوا بهذه الإجابة كانوا يرتكنوا على صخرة الصلاة. مش واحد بيقولها بالعضلات، مش بيقولها بصوت عالي وغضب، لا 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 لا، كل ده ما يمشيش ويا المسيح. اللي يمشي ويا المسيح واللي نختبره بصدق هو روح الصلاة. أظنكم في العهد في تاريخ الكنيسة في القرن العاشر التجربة اللي دخلت فيها الكنيسة من ناحية نقل جبل المقطم، إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولوا الجبل ده يتنقل. ودخلت الكنيسة في تجربة
ولكن من كان يصدق أن هناك جبلا يتحرك من مكانه؟ مين؟ ولكن روح الصلاة اللي رفعها الشعب بدءا من أبونا البطرك لغاية أصغر واحد، ثم روح القداسة والبر التي كان يعيش فيها سمعان الخراز، اجتمعت كل هذه مع نعمة الله وشفاعة القديسين وأمنا العذراء وانتقل الجبل. ايه ده؟ ازاي يحصل كده؟ ولذلك ان وقف كل انسان فينا ورفع قلبه بالصلاة في زمن الخوف، الله يصنع العجب. مشكلة الانسان النهاردة، وارجو ما تكونوش واقعين فيها، ان الانسان عمال يقعد قدام التلفزيونات وقدام الاخبار ويفتح القنوات ويدور على قناة هنا وقناة هناك ويقرأ ويسمع الاشاعات وينقل الاشاعات ويبقى مصدر اخبار، وناسي خالص 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 من هو ضابط الكل. لا يصح يا اخوتي، ازمنة الضيق لا يمكن ان نواجهها الا بروح الصلاة، مش ممكن، مفيش وسيلة تانية. تصوروا كده لو كل بيت قفل تلفزيونه المزعج دهوت ورفع بابا وماما واخواتي والكبار والصغيرين ووقفوا كل يوم يرفعون صلاة وصراخ من الأعماق ودموع منسكبة من أجل يد الله القوية أن تعمل، وشوفوا إيد ربنا تعمل إيه. يكمل ويقول ويانا: عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، يأكلوا لحمي يعني يقتحموا حياتي الداخلية، أعدائي عثروا وسقطوا، فضلوا يقربوا لي ويخوفوني، وساعة ما بقوا قريبين مني وقعوا. ايد ربنا. يقول اكتر من كده: ان نزل علي جيش على واحد، صور جيش يقوم على واحد، لا يخاف قلبي. ايه القلب العمران ده؟ ايه القلب الرائع ده؟ ان قامت علي حرب ففي هذا انا مطمئن. اول مرة ان الواحد يسمع ان يبقى في حرب واحد مطمئن. مطمئن ليه يا داود؟ قال اصل الله يسكن في داخلي، الله ساكن جوايا مش سايبني. يوجد وعد يا احبائي، اخر آية في انجيل معلمنا متى بتقول ايه؟ وعد، بس يا ترى انت فاكره كويس؟ يقول كده: ها انا معكم كل الايه؟ كل الايام ولا انقضاء الدهر. يعني يا رب يسوع انت معانا النهاردة 15 مايو 2011؟ قال اه طبعا. وكنت معانا امبارح؟ ايوه. وبكرة؟ طبعا. ان قام علي جيش، ان قامت علي حرب، ان قامت علي عواصف، ففي هذا انا مطمئن. ليه؟ اصل اللي بيقود مركب حياتي هو المسيح. كلكم فاكرين قصة اللطيفة بتاعت الاطفال دي. كان في مركب ماشية في المية وقامت عاصفة شديدة، المركب هتغرق. كل الركاب اللي في السفينة طلعوا على سطح السفينة، هيغرقوا. كله متوتر، كله واقف يشوف قبطان السفينة هيعمل ايه، والمركب عمال الهواء يلعب بيها والامواج. كله خايف ما عدا بنت صغيرة عمالة تلعب وتجري وتنط الحبل. فالكبار قالوا لها: عودي ساكتة، انت مش خايفة؟ قالت لهم: لا مش خايفة. قالوا لها: ده المركب هتغرق. قالت لهم: انا مش خايفة.
ليه مش خايفة؟ قالت لهم اصل بابا هو اللي بيسوق المركب. انا هخاف ازاي؟ هخاف ازاي؟ هذه الصورة اللي بتحكيها القصة البسيطة دي، قصة الأطفال، بتقدم لنا صورة عن داود. إن قام علي جيش، إن نزل علي جيش، إن قامت علي حرب، أنا مطمئن خالص. عملوا تجربة لطيفة قوي، خلوا شوية أطفال يلعبوا، وخلوا جنب الملعب 10 أوض، بس الأوض دي ضلمة. وبعدين وهم بيلعبوا كان في دخلة الليل كده، جابوا حاجة تخوف الأطفال، فالأطفال كلهم خافوا، فابتدوا يخشوا الأوض دي، فكل الأطفال دخلوا أوضة واحدة. ليه؟ أصل الأوضة دي كانوا بيعملوا فيها تسجيل لنبضات قلب الأم، فمجرد الأطفال دخلوا الأوضة دي سمعوا نبضات قلب الأم، كلهم اطمنوا واتجمعوا وراح الخوف منهم. ده مجرد من صوت. داود كده بالظبط، إن قامت علي حرب أنا مطمئن. طب داود أنت عايز إيه بقى؟ قال واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، حاجة واحدة بس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. من المعلومات الجميلة اللي تحب تعرفها ان كلمة جمال وكلمة نعمة في اللغة العبرية كلمة واحدة. كلمة الجمال وكلمة النعمة كلمة واحدة. عشان كده لما يقول لكي أنظر إلى جمال الرب، أنظر إلى نعمة الرب، إلى عمله. أنظر إلى جمال الرب، إلى رحمته. ده مجرد عينية تيجي في عينين مسيحي كده أبقى مطمن خالص. طب يا رب هتعمل لي ويايا إيه لما أجيلك كده وتحميني؟ قال ده أنا هكون وياك لأنك أنت تطلب طلبة واحدة وهي شخص المسيح. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس. أنا رب الدنيا تشهيج، العواصف تهيس، الحاجات دي كلها، أنا في حاجة واحدة بس عايزها، يبقى لي مكان عندك يا رب، واشوفك بعناية واتمتع بيك. أما اللي حواليا ده هي أنت هتتصرف فيه. كان داود يطلب الأبدية، وكان داود يبحث عن بيت الله الهيكل، وكان كل رغبة داود ان انا اعيش يا رب في محضرك كل يوم، اكون قدامك كل يوم، انا مش عايز حاجة غير كده. يعبر عن اشتياقه. يا اخوتي، الصلاة تعبير عن اشتياقنا للمسيح. الصلاة مش بس بصلي وبقول لربنا طلبات واقول له انا عايز وعايز وعايز. ده الصلاة تمتع بالحضرة الإلهية. واحد بيتمتع، واحد بيبقى سايب كل اللي في العالم ده ويكون هو والحبيب فقط. يعبر عن اشتياقه البالغ ويفرح بالهيكل، أتفرس في هيكله، ويشعر أن الله يحميه ويستر عليه ويرفعه. اسمع كده ويايا، لأنه أعمال الله معانا، يخبئني في مظلته في يوم الشر. في يوم شر، يوم خطر، يجي ربنا يخبئني في مظلته، يحميني، يسترني بستر خيمته. ونمرة 3 على صخرة يرفعني.
يعني يا رب في ايام الغضب وايام الشر وايام الاعمال الصعبة والوحشة ديت انت يا رب هتعمل وياه ايه؟ قال انا هكون وياه. انتوا مش كل يوم بتصلوا وبتقول نشكرك يا رب لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا قبلتنا اليك اشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعة. هذه اعمال الله 7 حاجات يعملها ويصنعها الله معنا في كل يوم. لانك سترتنا اهو يسترني بستر خيمته. والان بعد ما عملت ويا الحاجات الحلوة دي يا رب يرتفع رأسي على اعدائي حولي فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف. أذبح يعني مش جيب الذبيحة ويذبح. ذبائح الهتاف يعني يقدم تسابيح شكر. وينهي الجزء ده ويقول أغني وأرنم للرب. وهنا العجب يبتدي المزمور بالخوف والارتعاب وينتهي في الجزئية دهيت أغني وأرنم للرب. خلاصة الجزء ده أن الله نور في زمن الخوف، والله خلاص في زمن الضيق، والله حصن وحماية في زمن الشدة. هو ايده موجودة ويصنع ويقدم ولا يترك الإنسان أبدا. وله لما تقرأ في التاريخ تعرف يد الله القوية ماذا تصنع وماذا صنع. القديس أغسطينوس لها عبارة جميلة قوي أحب أقراها قدامكم. بالنسبة للحاضر ينبغي أن نتألم ويجب علينا أن نصلي. الأنين نصيب البائسين والصلاة نصيب المحتاجين. سوف تمضي الصلاة ليحل محلها التسبيح وينتهي البكاء ويحل محله الفرح. أظنكم حافظين الآية بالذات عشان ولادنا بيمتحنوا الأيام دي. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإيه؟ بالابتهاج. الذين يزرعون بالدموع ازرع في صلواتك الدموع التي تسكبها تحصد من ورائها مباهج وأفراح. ازرع. فالصلاة وقت زرع حتى تجد ثمار في حياتك. هو الملجأ الأمين، هو اللي ممكن تلجأ له. في الجزء الثاني أو النصف الثاني من المزمور بيقدم لنا يعني إيه صلاة. أنا لو سألتك يعني إيه صلاة كل واحد فينا هيقول معنى. في هذا المزمور داود النبي يقدم لنا أقصر تعريف عن الصلاة. اسمع كده. استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي. لك قال قلبي قلت اطلبوا وجهي. وجهك يا رب أطلب. كأن الصلاة هي اطلبوا وجهي. وده تعبير الحقيقة يعني بالغ الرشاقة والرقة. كأن في كل مرة تقف لتصلي أنت تبحث عن وجه الله وتاخد وش ربنا ليك وتتحرك في المجتمع وأنت تحمل وجه المسيح. كل مرة بتفتح إنجيلك الإنجيل بتاعك كده وتقعد تقرأ فيه أنت تأخذ وجه المسيح. في كل مرة تمسك أجبيتك وتقف تصلي أو كتاب التسبيح أو كتاب الترانيم أنت تأخذ وجه المسيح. اطلبوا وجهي. وجهك فين ده يا رب؟ أشوفه في الصلاة وأحس بيه في الصلاة
ولكن لماذا يحجب الله وجهه عنا؟ بعض الأسباب أن الله يحجب وجهه عنا ربما السبب هو خطايانا. الله مهما أخطأنا يحبنا، ولكنه لا يحب أن يرى خطايانا، ولذا يحجب وجهه. وجهك يا رب، ويقول له داود هنا لا تحجب وجهك عني، من فضلك يا رب عايز اشوف وشك كده او ما اطمن او ما احس كده بالسلام. مش انت ملك السلام؟ شوفوا بنصلي ونقول ايه؟ يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا قرر يعني ثبت لنا سلامك، واخر نقطة واغفر لنا خطايانا. اصل خطايانا هي التي تحرمنا من هذا السلام. خطايانا هي التي تدفع الانسان للخوف. هي خطايانا اللي تعمل كده. ولذلك لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. وعشان يحنن قلب ربنا قوي يروح قايل له ايه؟ يا رب ان ابي وامي قد تركاني، ما عادش لي اعتماد على حد، والرب يضمني، المسيح يحضني، يزيل كل خوف. محبة ربنا اكبر من محبة الاب والام، وحنان الله اوسع من حنان الاب والام. فاشعياء، سفر اشعياء يقول كده: هل تنسى الام رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا. يعني ممكن انت يا ماما تنسي ابنك الوقت، وانا لا انساك. هوذا على كفي نقشتك، اسوارك امامي دائما. عيني عليك، بحميك، بحفظك. من الحاجات الجميلة اللي تعملوها اقروا في تاريخ الكنيسة الايام دي، اقرا كتير في تاريخ الكنيسة. تاريخ الكنيسة من ايام ما ماري مرقس اللي كنا بنحتفل بتذكار استشهاده الحد اللي فات لغاية النهاردة والى ان يأتي المسيح ثانية، الكنيسة تعرضت لألامات كثيرة جدا. ولكن نشكر ربنا احنا النهاردة في القرن 21 الكنيسة حية وقوية وكبيرة وتاريخها طويل، ونؤمن كثيرا انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل الملكوت، زي ما سفر الاعمال بيقول لنا بضيقات كثيرة. يقول كده: اني احسب، بولس الرسول، اني احسب ان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا، في رسالة رومية 8:18. ان الام هذا الزمان الحاضر. هو انت يا بولس عايش ويانا؟ قال طبعا. ان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس، ما تجيش حاجة امام المجد السماوي والنصيب السماوي. في يوم من الايام الطفل الصغير ابوه وسابوه، كلكم عارفين الطفل الصغير ده، واتحط في سبت في نهر النيل. وفين؟ في 3 شهور لغاية ما جاءت ابنة فرعون واخذت هذا الطفل الصغير ويتربى فين؟ يتربى في بيت فرعون، قصر فرعون، ويصير موسى النبي: أبي وأمي قد تركاني ولكن الرب يضمني. مش ممكن ينسى. علمني يا رب طريقك، اهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية. مرام اللي هي جمع مرمى، زي مرمى الكورة كده. لأنه قد قام علي شهود زور ونافذ ظلم.
دايما كده الإنسان اللي ماشي صح ناس تطلع عليه كلام ويقولوا عليه إشاعات ويقولوا حاجات زور كتيرة. لولا أني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. طريق ربنا طريق حلو، اطلب وجه الله دائما. في الأوقات الصعبة يحتاج الإنسان الوصية يعيش بيها. عندما تأتي أوقات خوف وأوقات تعب وأوقات ألم، ليس لنا غير كلمة الله، الوصية، البيت المفتوح فيه الإنجيل، الشعب اللي عايش بالوصية مش عايش بعضلاته. الشعب اللي عايش بالوصية. المسيح في يوم من الأيام قال لنا إيه؟ قال لنا أنتم نور العالم. مش نور حتى البلد بتاعتك ولا الحي بتاعك، ده نور للعالم كله. هل أنت فعلا نور؟ هل أنت فعلا نور؟ ولا لسانك يطلع منه وعينيك تبقى فيها نظرات ايه وقلبك فيه مشاعر ايه؟ نور ايه؟ قديسة دميانة اللي انتوا بتحتفلوا بيها وبنحتفل بيها باعتبارها اعظم شهيدة مصرية، هي والبنات 40 اللي كانوا وياها، انا بتخيل كده انها واقفة في الموكب الكبير اللي قال عليه بولس الرسول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. موكب كبير في كل القديسين والقديسات ولك مكان فيه، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. خد بالك من العبارة الأخيرة دي، يظهر بنا رائحة معرفته، يعني أنا وإنت وإنتي إحنا ريحة المسيح، نحن رائحة المسيح في هذا العالم وهذا الزمان. يا ترى الناس بتشتم فينا رائحة المسيح؟ المسيح الذي كان على الصليب وقال العبارة الجميلة دي، يا أبتاه، انتوا مش حافظينها ولا ايه؟ يا أبتاه، مش حافظينها يظهر. تاخدوا 5/10 كده. يا أبتاه اغفر لهم. ده مين اللي قالها دي؟ اتعلم عشان تقولها في صلواتك، اتعلم عشان تعرف تقولها. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وبذلك تشابه مسيحك. وكررها القديس استفانوس أول شهيد في المسيحية. داود النبي يختم هذا المزمور الرائع ويقول كده، انتظر الرب. بيقدم لنا بقى العلاج، او يعني ان شئته الخلاصة. انتظر الرب، انتظر ايد ربنا تشتغل، يد الله تعمل. فاكر ايد ربنا اللي عملت ويا دانيال النبي عندما ألقي في جب الأسود وجه الملك يشوفه، أو يعني على الأصح ما يشوفوش، الأسود زمانها يعني خلصت. يقوم يلاقي الملك دانيال، يقوم دانيال وهو في جب الأسود يقول له عيش أيها الملك. يا سلام، إيه القلب الواسع ده! يعني لا تحمل حقدا على الملك اللي رماك في جب الأسود؟ قال طبعا. وقال له كده، إله السماء أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. بتصلي كده وتقول ويا دانيال، تقول له يا رب عايز ايدك وعايز ملاكك يسد أفواه الأسود. أنا مطمئن إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود،
ليه يا دانيال؟ دانيال ده كان الرجل المحبوب امام الله، محبوب لحياته وعايش بالوصية حتى وإن كان في بلاد الغربة وبلاد السبي. يقول لنا هنا داود انتظر الرب وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. انا مش عارف داود قال الكلام ده ازاي وهو بيصلي، معرفش رفع قلبه ازاي وهو بيقول هذه الكلمات. انتظر الرب، كن على رجاء وكن على ثقة وإيمان أن يد الله تعمل. وإيده الممدودة على الصليب دهيت هي ليست ممدودة عبثا، هي ممدودة لأنه يستقبل أي إنسان يأتي إليه، ولكنها أيضا ممدودة للمعونة وللمساعدة وللعمل وللقوة. انتظر الرب وليتشجع قلبك. يتشدد يعني يتملى شدة، شدة يعني قوة، ويتشجع لازم تكون واحد عندك هذا الرجاء وعندك هذا الإيمان، وواثق ان يد مسيحك هي تعمل، وواثق في وعده لما قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. اوعى تعتبر ان دي كلمات محفوظة او مجرد عبارات جمالية كده وخلاص، دي اختبارات ايمان، اختبارات ايمان. في العهد القديم توجد قصة أستير. أستير فيها القصة فيها فصول كتيرة، لكن في مشهد كده لطيف بيعجبني. الملك جه في يوم قلق، ما جالوش نوم، تحصل، فطول الليل صاحي، فقال لهم هاتوا لنا حاجة قروها، ما يفليش نوم. فجابوا له سجل اخبار القصر وهم بيشوفوا كده هيقروا له انهي حته، الهوا جه من الشباك زي يعني طير صفحه ولا اتنين، طبعا زمان ما كانش فيه صفحات لكن حاجه زي كده. قالوا طب اقروا دي. فقروا دهيت على ايه؟ على ان الملك تعرض في وقت من الاوقات لمحاولة اغتيال، وجه واحد غفير او حارس من حراس القصر بلغ على المحاولة دي، فكتبوها في السجل الملك، في السجل التاريخ. فالملك لما سمع القصة دي قال والشخص ده اكرمتوه؟ قالوا له الحقيقة لا. قال لهم طيب بكرة الصبح ده الصبح اللي باقي له ساعات، بكرة الصبح ساعة ما يجي رئيس الوزراء هامان ابتدي اكلمه نكرم الراجل ده ازاي. في ذات الوقت وفي ذات التوقيت هامان اللي هو رئيس الوزراء كان يبحث عن وسيلة يقتل بيها مردخاي. مردخاي ده كان الحارس اللي في القصر، وعقله هداه انه يعمل له صليب كبير في العهد القديم ويصلبه على الصليب ده، وقرر ان تنفيذ الخطة دي يكون في صباح اليوم. مين اول واحد يخش في القصر الصبح؟ يخش هامان. اول ما يخش الملك يقول له يا هامان لو الملك عايز يكرم انسان يعمل له ايه؟ هامان يظن ان الكلام على مين؟ على نفسه. يبتدي بقى يحط ده الملك يجيبه ويركبه ويلف بيه ويقول له ايه ويديله هدايا ايه. قال له طب اذهب واصنع الذي قلته لمردخاي. انا كان نفسي اشوف هامان في هذه اللحظة ايه اللي حصل له، ان كان وقع من طوله. ايه ده يا رب؟ هل انت ممسك بالتاريخ الى هذا الحد؟ قال طبعا. وتنقلب الصورة تماما، وهامان اللي عمل الصليب عشان يصلب عليه مردخاي هو اللي يتصلب عليه.
لو حبيت تقرأ القصة دي عشان تعرف كيف تعمل يد الله، رغم أن هذا السفر يتهموه، سفر أستير، يتهموه كثيرا أنه لم يأتي فيه ذكر كلمة الله، لكن هو صحيح ما فيهوش كلمة الله كاسم، لكن فيه يد الله التي تعمل. وهكذا يا إخوتي انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. خلاصة المزمور ان وقت الانتظار الله يريد ان يعلمنا شيء، والله سيعمل من اجل حياتك ومن اجل خلاصك. انتظر الرب. وخلاصة المزمور انا مطمئن لاني اسكن في بيت الله، لاني انظر وجه الله، لاني اتفرس في هيكله، لان الله هو مظلتي، والله هو ستري، وهو صخرتي. عشان كده المزمور في جماله ينتهي ويقول لك زي ما قال في الوسط: اغني وارنم للرب. طب ليه يا رب بتطول بالك علينا؟ يقول بس علشان تبقى دايما عندك كده حالة اشتياق، وإيمانك ينتعش، وتختبر اختبارات إيمان، وهذه الاختبارات تسلمها الأجيال أخرى، وهكذا. هذا المزمور بدعوكم أنكم تحفظوه، هو مزمور 14 آية، كل واحد يكتبه بخط إيده ويحطه كده في جيبه، في محفظته، في شنطتك، واقريه، واقرا المزمور واكتب كل آية في سطر، وتعلم كده انك تحفظه. وعندما تجد اوقات ظلام تتحول الى نور عندما تصلي بهذا المزمور. يعطينا مسيحنا يا احبائي ان تكون حياتنا حياة دائما في مخافته وفي نوره، وتكون حياتنا مطمئنة في يد المسيح القوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.